حاجة واحدة، إني أسمع كلامه وأنهي علاقتي بماهر. وفعلا تاني يوم جم عندنا وعبد الرحمن كل شوية يبصلي، كنت بهرب من عيونه وبص لماهر. معرفش ليه قلبي كان واجعني إني هسيبه. صحيح مدة ارتباطنا كانت قليلة، بس رغم كده كنت حزينة بطريقة ما حزنتش بيها على عبد الرحمن لما سابني. ولسه هتكلم وانهي كل حاجة. ماهر قال: أنا وأهلي قررنا قرار وعايز أخد رأيكم فيه. أنا قررت إن مدة الخطوبة يا عمي تكون 3 شهور وبعدين نتجوز على طول. طبعا عبد الرحمن اتصدم وقال له: أنا مش هسمح لك تتجوز واحدة كانت مقضياها معايا. قعدت على الكرسي وأنا منهارة، قلبي كان وجعني، وبصيت لماهر بخوف. لقيته ساكت وبابا زعقله، قال له: أنت بتقول إيه يا بني آدم أنت؟ قال له: إيه؟ بنتك المحترمة ما قالتلكش إنها بدل ما كانت بتروح الكلية كانت مقضياها معايا ومغفلك؟ وساعتها أنا قمت ودخلت. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.